بالنسبة للجديد ديال السيد نائب وكيل الملك الصغير بفاس، الجديد هو أنه تم التوقيف ديالو فعلا لمدة 4 أشهر، لكن مع الاحتفاظ بالراتب ديالو. يعني أنا كنظن هذا ماشي توقيف، هذا مجرد إجازة عطلة ديال 4 شهور. شكون بحالو الراحة تامة 4 شهور، مدة 4 شهور والراتب ديالو طالع. في القضية المعروفة باستعمال شظايا السلطة، قضية ديال مرجان حراس الأمن الخاص بمرجان الذين تم اعتقالهم من طرفه بخصوص قضية السرقة التي تمت من طرف الابن ديالو. إذا هنا في الحقيقة بغينا نوضعو على الاستفهام، كيفاش المواطن الضعيف كتنفذ عليه أحكام قضائية من 2 حتى ل5 سنين، بعض المرات كتوصل حتى ل10 سنين في قضية ديال السرقة. فبالتالي ناس نافذين يتم يعني استعمال شطط، ومع ذلك يتم التوقيف ديالهم 4 شهور مع الحفاظ على الشهرية. اش غنقولوا؟ اللهم ان هذا حنا ضعاف في هذه البلاد، حنا كتطبق علينا جميع الاحكام القضائيه بجميع الفصول، ولكن الناس نافذين في هذه البلاد هادو عفا الله عما سلف، يديروا اللي بغاو، يسرقوا يشفطوا ينهبوا، يديو الثروات المغرب كامله، مكاينش اللي غيحاسبهم، لان اللي غيحاسبهم خصو حتى هو يتحاسب، اللي غيحاسبهم خصو حتى هو يتحاسب، حتى هو خصو يتفتح تحقيق معاه. وحنا مجرد حشرات كيعتبرونا في هذه البلاد، باعونا في المزاد العلني، باعونا الشركات العملاقه، باعونا الشركات الاجنبيه. إنا لله وإنا إليه راجعون في هذه البلاد المغرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. الشعب كيتعتبر شعب ميت، شعب مات، يعتبروننا أننا نحن ميتون، ما عندنا حتى شي قيمة، ما عندنا حتى شي، مبقاش عندنا شي مصلحة في هذه البلاد أبدا.